ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ انا احمد الجاكور، محتوى اصلا عن الملاكمه والفنون القتاليه والحاجات دي، وانا بلعب ملاكمه اصلا. وكنت بلعب كوره وبفهم في الكوره، بس مش محنك قوي فيها. بس انا اتفرجت على الماتش، في كام حاجه معصباني بعيدا عن اللي كله متعصب منها. يعني انا في حاجه معصباني كعقليه وكذا حاجه موجوده في الماتش نفسه، ومن اللعيبه نفسها ومن المدرب كابتن حسام حسن. معصبيني بعيدا عن الموضوع ده كله، اللي هو التحكيم ومش عارف ايه وبلا بلا والكلام ده كله. وانا على فكره اصلا ان انا انزل الفيديو ده متاخر بعد ما الناس كلها نزلت، بعد ما كله قاعد امبارح يعيط ويقول لك والله ده مش عارف ايه، ويعيط لك ويعيشك الدور معاه وهو يعيش لك الدور عليك عشان انت تتاثر وكل الكلام ده. انا مش هعمل كده خالص. انا في كام نقطه بس معصبيني عايز اتكلم عنهم. انا في بس كام نقطه معصبيني عايز اتكلم عنهم. فقبل ما نبدا ما تنساش تعمل لك الفيديو، تشترك في القناه، بس كده يلا بينا. بص يا جماعه، خلينا متفقين على حاجه، ان احنا قدمنا شوط اول انت فعلا كنت احسن من بطل العالم الشوط كله تقريبا. يعني انت حتى لو هو كان الاستحواذ اكتر ليه، بس انت وريت في الملعب وكل اللي بيتفرج كان شايف ان انت احسن وانت عامل عليك ورا اكتر وكل الكلام الجميل ده. وعندك حارس اجمد من احسن حارس في العالم اللي هو ايميليانو مارتينيز. انت عندك حارس احسن منه، عندك لعيبه احسن منه، وانت عامل كور عليه برضه ند بند واحسن منه كمان حتى لو بفروقات بسيطه. تمام، فانت اثبتت ليا واثبتت لنفسك اهو ان انت احسن فعلا منهم. يعني انت حتى لو مش احسن منهم عامه، انت في ال 90 دقيقه دي انت مركز اكتر منهم وعامل عليهم ماتش حلو ومطلعهم بره الماتش، وانت فعلا احسن منهم في ال 45 دقيقه اللي هو بتاع الشوط الاول. ازاي بقى؟ ازاي انا واحد بعمل في الارجنتين كده الشوط الاول، انزل الشوط الثاني احنا الجون الثاني بتاعنا جه في الدقيقه 65 تقريبا او 68 حاجه كده يعني. ازاي بقى يا جماعه انا عامل شوط زي ده على الارجنتين؟ تمام، يعني ازاي انا عامل شوط زي ده على الارجنتين اللي هي بطل العالم؟ انزل بقى الشوط الثاني العب ايه اللي هو قد اول ما الشوط الثاني بدا يا جماعه، احنا بدانا نلعب اللي هو ايه، حلاوه روح شويه، اللي هو ناخد نفسنا شويه مش عارف ايه. اول ما جه الجون الثاني في الدقيقه 60 او 65 او حاجه كده، احنا خلاص ما بقيناش نلعب كوره يا جماعه. يعني حرفيا ال 11 رجعوا وقفوا ورا، واي كوره تطفشها وانت حظك يا اما صلاح واقف اصلا قدام يا اما واقف بيدافع معانا مع ال 10 الباقيين. فانت ازاي تعمل كده وانت عارف ان التحكيم ضدك؟ يعني انت ادركت خلاص من الشوط الاول ومن ساعه الجون اللي اتلغى ليك قبل الجون الثاني الحقيقي ده كذا، والجون الاول ليهم اللي قعدت تقول له رجع للفار او مش عارف ايه، مش فاكر كان الجون الاول ولا لا اصلا. انت مدرك خلاص ان التحكيم الراجل اللي الحكم ده ضدي وهم عايزينهم يكسبوا، وانا مش بلاعب اي حد، انا بلاعب ميسي. يعني انا بلاعب لاعب ممكن في ثانيه يدخل فيها 3 اجوان عادي. فانا ازاي بعد ما ادخل ابقى متفوق 2-0 ولسه بقى حوالي تلت ساعه و25 دقيقه وميسي هو اللي بيلعبني وقدم اداء زي ده، اللي هو فكر ان انا دافع؟ طب ما ليه ما فكرش مثلا ان انا لا انا عايز اهاجم، عايز اكمل الماتش ريتم عالي زي ما هو؟ ازاي همسك فريق زي الارجنتين اللي هو بطل العالم همسكهم كوره 25 دقيقه كامله وفي الاخر ابقى متوقع ان هو مش هيكسبني وان هو مش هيجيب فيها 3 اجوان؟ انا بقول الكلام ده كله ليه؟ عشان افهمك المشكله بقى. يعني انا بقول الكلام ده كله عادي ممكن حد بتاع كوره يقوله، فاهم؟ بس انا جاي هنا بقى اكلمك في حاجه. انت ليه عندك دايما يعني اللعيبه عندهم حته كده برضو، اللي هو من ساعه ما الشوط التاني بدا انا مش مصدق ان انا متغلب على الارجنتين ومش عارف ايه، اللي هو كان عندنا كلنا، اللي هو انا مش مصدق ان انا متغلب على وجبنا الجون التاني، اللي هو خلاص اتجننا بقى، انا هرجع ادافع. انا ده انا رضيت بكده جدا. انا لو عملت اكتر من كده هتجنن خلاص، انا مش عايز اعمل اكتر من كده. طب وليه ما اعملش اكتر من كده؟ ليه ما طلعهمش في فضيحه 4؟ يعني مش فاهم ليه ما طلعهمش في فضيحه 3 و4. يعني انا ليه دايما عندي الحته اللي هي المصريين بالذات احنا متربيين على حاجه كده، اللي هو اوف انا عملت حاجه عالميه ومش عارف ايه. بس اول ما بنحس ان احنا بنعمل حاجه حلوه وبدانا نتفوق فعلا في حاجه، خلاص بقى انا الناس مش مستنيه مني حاجه ولا مستني من نفسي حاجه اكتر من كده. انا هرجع ادافع بقى زي في الكوره. هو نفس المبدا في الكوره بيحصل في كل حاجه على فكره لو ركزت. يعني انا خلاص انا هرجع ادافع بقى، انا مش مستني حاجه، فاهم؟ وازاي يا جماعه بجد انا كنت دمي اتحرق حرقه وحشه في لما بعد ما الجون الاول دخل فين. انت بمجرد ما الجون يعني انا بقول لك انت متقدم 2-0 وبقى خلاص سبت الماتش، اول ما جون واحد يدخل فيك يا جماعه انت بعت الماتش اصلا. انت ما شفتش كوره، حرفيا ما شفتش كوره واحده بتتلعب حلو غير الكوره بتاع امام عاشور الحب جاني ضيعها دي. الجون جه في الدقيقه باين 79. فانت بقى يعني انا عايزك تخيل ان انت مساكم 10 دقايق كامله بالوقت المحتسب بدل الضايع، اللي هو كان اكتر من 10 دقايق، يعني حوالي تلت ساعه اصلا انت ما لمستش كوره تقريبا. وقدام مين؟ قدام لاعب عبقري زي، يعني عارف لو قدام كريستيانو او اي حد تاني هقول لك ما يعني ايه اللي هو رخم عليه شويه او وقعه بتاع كده هتطلعه بره الماتش. انما انت عارف ان انت بتلاعب ميسي، اكيد انتوا كل اللعيبه اللي في المنتخب هتبقى عارفه ان هي بتلاعب حاجه بحجم ميسي، اكيد مش هنبقى احنا اللي عارفين وهم مش عارفين، يعني فاهم ان هو لاعب ايه ده، هو ده شغال بده، مش شغال ان هو عافيه ينجا وكده.
واو، ما في حاجه تاني. ومن بعد ما الجون التاني جه فيك انت كده، يعني انت خسرت. انت يعني انت لو كنت خسران بنسبه 70% من اول ما الجون الاول دخل فيك، انت خلاص 200% خسرت من ساعه ما الجون التاني جه فيك. انت خلاص، انت ما فيش، انت حرفيا ما فيش اي حاجه بتعملها. خلاص انا عمالين نطير كور، بس هو الكوره نقطعها بالعافيه. لو هم عملوا علينا هجمه نطيرها لهم تاني، بس خلاص انا مش هلعب كوره تاني. يعني فعلا انا مش عارف ليه ما فيش، يعني انت ما لعبتش كوره خالص. انت بتاخد الكوره طفش طفش طفش. اصلا مش مدي 3 دقايق ولا 4 دقايق وقت محتسب، دول 7 دقايق كامله، والجون جاي فيك اصلا في الدقيقه 83. فانت يعني يعني شوف الوقت قد ايه. حتى لو 7 دقايق وهو هيدي 4 يا عم، 7 دقايق باقيين على الماتش هيدي 4 من ساعه ما الجون التاني دخل فين. هل ده وقت يعني قليل لدرجه ان انا اقعد اطفش الكوره واكسب؟ ما اكيد لا يا جماعه. ده انت بتلاعب ميسي ومديله وقت كتير ومديله مساحه ان هو يلعب. انت مدي ميسي مساحه ان هو يلعب ازاي؟ مديله مساحه ان هو يلعب ان انت بتاخد الكوره اصلا اول ما تقطعها منه بتطفشها له تستناه يجي لك تاني. طب ما اكيد هيجي واحده في الدقايق الكتيره دي. حاجه يعني انت اي فريق بيحاول يمسك كوره لما بيبقى عايز يخلص الماتش. انت ليه عملت كده؟ لان هو انا نفس الكلام اللي انا كنت بقوله من شويه. انت بالنسبه لك، انا خلاص، انا اول ما دخل فينا الجون الاول اللعيبه كلها حست ان هم خسروا. الحاجات دي على فكره بشوفها كتير في اي دوره رمضانيه، اي تمرين، اي دوري درجه ثالثه. احنا دايما فينا الحته دي، دايما فينا الحته. طول ما انا كسبان وفرحان ببقى مش خلاص مش بعرف اسيطر على الموقف خالص. يعني احنا اكبر حاجه فينا، اللي اكبر حاجه بتمثلنا اللي هي المنتخب عملت كده. فاحنا كلنا كده فعلا. يعني انا مركز في الموضوع ده بقالي فتره، احنا كلنا كده فعلا. فاهم حاجه تاني بقى، حاجه تاني. يعني انت بعد ما الجون التاني دخل فيك والجون التالت يا عم دخل فيك، انا مش فاهم اللي انتوا بتعملوه ده يا جماعه بجد. انا مش فاهم. انت شفت؟ طب انت اتفرجت على الماتش بتاع كافيردي؟ يعني هما لحد اخر الدقايق عمالين يحاولوا. والواد بتاعهم اللي جاب الجون الجامد الارتو ده، لما شاط كوره تاني من فاول كان هيجيبها جون، لما مارتينيز صدها برده في اخر كام دقيقه. يعني هم الاخر حاجه، حتى هم عارفين ان هم خسروا خلاص بعد ما الارجنتين اتقدمت عليهم، انت لسه بتحاول. ده الطبيعي، ده الطبيعي. وانت لو كنت عملت كده من الاول، يعني انت لو ما كنتش سبت له الماتش من الاول وانت كسبان 2 ومسكت كوره عليه وحاولت تجيب التالت، فاهم؟ انت ما كنتش هتوصل للنقطه دي اصلا. فده اللي انا بتكلم فيه يا جماعه. انا مش عايز بس، يعني انا قاعد افكر كتير كده اقول له احنا ليه ما بنكملش حاجه لاخرها. يعني انا بجد انا عارف مفيش مصري تقريبا، يعني انا عايز اعرف مصريين بيكملوا الحاجه لاخرها. اللي هو انت عندك سيطره على الموقف مهما كنت جامد، انت عندك عقليه لاقل الاستمراريه، فاهم؟ يعني انا نفسي، يعني محمد صلاح بصراحه هو اللي علمنا الكلام ده. اللي هو مهما في سنين كان جامد، في لعيبه كتير جت قبله اللي هو كان جامد جدا 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 ومكسر الدنيا، وتلاقيه فجاه ضاع ليه بقى؟ لان هو حاسس ان هو يعني بيدي لنفسه اكتر من قيمته حرفيا. يعني انت فعلا انت بتدي لنفسك اكتر من قيمتك، فالدنيا بتبوظ بقى خالص. انت بتحس ان انت لا، انا نجم الفريق، انا نجم مش عارف ايه، انا كسبان الارجنتين، انا مش عارف ايه. كل الكلام ده بتدي لنفسك اكتر من قيمتك، وفي نفس الوقت بيبقى فيه خايف ضعيف من جواك مش عارف ليه. انت حاسس ان انت منتخبك اضعف منه بكتير جدا جدا جدا، مع ان ده مش شرط. يعني انا بتكلم مش شرط كاسماء او كده، انا بتكلم مش شرط ك 90 دقيقه اللي انت لعبتهم معاه جوه الملعب. انت مش شرط جوه الملعب في الوقت بتاعنا احنا، ماليش دعوه بقى بره الملعب ولا في ماتشة تانية ولا في كاس العالم اللي فات ولا في اي حاجه، فاهم؟ انا نفسي يا جماعه، نفسي بجد ان احنا نبقى عندنا سيطره في المواقف دي اكتر، ونفسي ان احنا نبقى نصدق نفسنا اكتر يا جماعه. يعني انا مش عشان كسبان الارجنتين 2 ابقى خلاص ابقى انا كده، يعني فاهم؟ يعني ما سيبش الماتش قوي كده، وما سيبش الدنيا قوي كده، وما دافعش قوي كده، وما مسكش كوره قوي كده. مش معناه كل الحاجات دي خالص يا جماعه، والله ما معناه كل الحاجات دي خالص. انا نفسي ان احنا نصدق ان احنا عادي ممكن نبقى جامدين جدا، احنا عادي جدا جدا نبقى اجمد ناس في العالم عادي جدا. وبس انا ما عنديش كلام تاني اقوله بصراحه عن الموضوع، لان انا زي ما قلت لك انا لاعب ملاكمه اصلا ومحترف في كنت لاعب ملاكمه. بس انا الحته دي اللي ضايقتني في الماتش فطلعت اقولها لك. وبس كده. لو انت مهتم اصلا بالفنون القتاليه والملاكمه اعمل لي فولو. لو انت عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو. بس كده، سلام.